صباح الخير بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير ان شاء الله. الا كان عندكم الصباح صباح الخير، ولا كان عندكم كانت عندكم العشيه مساء الخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو البنات كلكم نشاط وحيويه ان شاء الله. تكونوا بصحه جيده نتوما ولا وليداتكم والعائله كامله. اليوم جيت ندير معكم هاد الفقيقيس كما كيقولوا فقاس. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وكما العاده عندنا القصعه هاد القصعه البنات مكتبغيش تخرج ليا. وعندنا القصعه ديالنا مغسوله ونقيه، درنا فيها واحد 4 البيضات. عندي هنا 2 كيسان ديال الزيت الروميه، كنعبرو بكاس عنبه. وعندي كاس ديال السنيده، كاس عنبه من طبيعه الحال. السنيده البنات ديروا ديك المويه، ما ديروش الغليظه، كتبغيوش تشدوا بلينا هكا فاش نبغيو نخلطوا المقادير. كتجي صعيبه في الخدمه ديالها. المهم هنا عندي كاس ديال السنيده كما قلت لكم، وغندير قبيصه الملح، ما عرفت واش صورتها لكم ولا لا، ضروريه. واحد الساشي ديال الفاني صافي. وهنا نخلط بيديا مزيان تندمج العناصر مع بعضياتها. تدخل لي السنيده مزيان مع داك العناصر ونحس بها راه دابت. وهنا البنات غادي من بعد ما ندمج العناصر وحسيت بديك السنيده دابت، كنضيف 2 معالق كبار ديال الزبيب مقطع. 2 معالق كبار هكا حتى هما ديال اللوز صحيح. رقدتو ليله كامله في ماء الزهر. وهنايا غنضيف معلقه كبيره ديال النافع. وغنضيف 2 معالق كبار ديال الزنجلان البنات بلا ما تحمروه، لان من بعد فاش غادي نحمرو الفقاس ديالنا راه غادي يجي مزيان. نعاود عاوتاني نخلط الخليط ديالي باش يندمج مع داك اللوز والزنجلان والزبيب والنافع. صافي. وبدأنا ندير في الدقيق البنات كديروا حسب الخليط كما كتعرفوا. حنا العيالات كنعرفوا الدقيق كاين اللي كيشرب ولا كاين اللي لا. المهم كدير في الدقيق حسب الخليط، عينك ميزانك، ما تجيش العجينه قاصحه وما تجيش عاوتاني مرخوفه بزاف. وهنا البنات كنضيف واحد الساشي ديال الخميره حمراء. من بعد كنعاود نخلط ثاني كنحصل على القوام ديال العجين اللي بغيت. من بعد البنات فاش كتجيك العجينه هي هذيك كتفرقيه كويرات يكونوا قياس واحد تقريبا باش يجيوك الحراب هما هذوك في نفس القياس. عينك ميزان، كان ما كنعبرهمش الصراحه. كان نحرب لهم مزيان ونديرهم في الطاوه. وهنا البنات من بعد ما حربلتهم درتهم هكا في الطاوه. زيت صفرت بيضه راني ما صورتوش معاكم، درت ليه واحد شويه ديال القهوه وخلطته مزيان ودهنته من الفوق. من بعد ما تكيتوا البنات هكا بالفرشيطه او الشوكه او اللي عندكم، المهم تكيه باش ما يتشقق لكش في الفران. هنا راني شعلت الفران وسخن وغادي نقص عليه تكون عافيه مهيله، وغندخل الطاوه ديالي يطيب على عافيه مهيله. ومن بعد البنات انا ما كنبيتوش، ما كنغطي لا بفوطه لا بتا حاجه، مباشره فاش كيطيب كنخليه يبرد واحد شويه ونقطعو. ما كاينش اللي كيخفى عليه الفقاس كيفاش كيتقطع، راني نصور معكم كيفاش قطعته. وغادي نحمرو من الجوانب بجوج ان شاء الله ونقدموه بصحتكم وراحتكم. شتوا البنات هنا راه طاب مزيان. طريقه باش يطيب بهذه الطريقه هذه ما يجيكم مشقق وما يجيكمش طيب بزاف، ضروري ديروا عافيه مهيله ان شاء الله. وهنايا كنقطعوا، راني زرت الفيديو باش ما يجيش فيديو طويل. ضروري داك الموس البنات باش غتقطعوه يكون موس ماضي. صافي. من بعد ما نطيبوه راه كنقطعوه، يعني ما كايناش شي وحده اللي ما كتعرفش دير الفقاس. انا هي قلت نشاركو معاكم. كتقطعيه وتحمريه من الجوانب بجوج وبصحتك وراحتك. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا وتجربوه.
وتجربوا يعني هاد الفقاس هذا وبصحتكم وراحتكم. ما تنسونيش من البصمات البنات، البصمات والبارطاج الا كان ممكن، والتعاليق الزوينه ديالكم تشجعوني بها. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وبسلام عليكم.